نفس الغلطه اللي غلطها نادي الزمالك مع يانيك فيريرا في الدور الاول قبل ماتش الاهلي، والتفكير الزائد في ماتش الاهلي. يا جدع يا جد حرام الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري هتنقطني الاهلي لدرجه ان خلينا اخوان مزير ياخد انذار عشان ما يلعبش ماتش الجونه عشان يبقى جاهز في ماتش الاهلي. غلطناها مع الكابتن معتمد من كتر تفكيره في ماتش الاهلي، عك النهارده في التشكيل، عك السنين، اتسبب ان احنا ضيعنا شوط كامل بالعك دوت، وكنا ممكن كمان مش نطلع متعادلين الشوط ده. الحمد لله ربنا سترها، وعمر جابر كان نجم من نجوم الشوط الاول قبل ما يتصاب وعدت على خير، والشوط الاول خلص 0-0. الشوط الثاني لما عدل العك اللي هو عامله ده سيطرنا وضيعنا بدل الجون 5 وكورنرات قد كده وفاولات. وجود فتوح لما احنا كجمهور الزمالك شفنا بنتائج موجود في قائمه ماتش الزمالك وانبي، اطمنا وقلنا احسن حاجه وجوده اهم من وجوده في ماتش الاهلي. ليه؟ لان في ماتش انبي التكتلات اللي عملها انبي، لعيبه انبي في نص ملعب الزمالك من غير فتوح هيبقى ضايع، يبقى بنتاج وجوده هيلعب باك شمال وفتوح هيلعب في نص الملعب. وده لما نزل فتوح في نص الملعب الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني، كميه الباصات والسروهات والتمريرات المفتاحيه اللي عملها والفرص اللي خلقها لك ولاعيبه الزمالك ضيعتها، وما كانش لنا حظ الشوط الثاني. والزمالك الشوط الثاني عمل اللي عليه وهو ما فيش حظ، بس الشوط الاول والماتش نتيجته كمجمل انا شايل الكابتن معتمد. فكرت زياده قوي عن لازم في ماتش الاهلي. ليه تريح الثلاثه مع بعض توليفه حلوه اللي هي انا بسميها NBA، ناصر منسي وعدي الدباغ وبزيرة NBA توليفه حلوه، العب بيها زي ما هي، ما تلعبش فيها. الجزيري بقاله قد ايه ما بيلعبش وبتلعبه في ماتش زي ده، ماتش تكسبه النهارده احتفلت بالدوري خلاص، راح ماتش الاهلي تحتفل بالدوري. ليه بقى تخلينا على اعصابنا؟ ليه تحرق دمنا يا كابتن معتمد؟ هو احنا موعودين بالعك في المراحل الحاسمه؟ ليه تبدا باحمد ربيع واحنا شايفينه وجربناه قبل كده ضايع في نص الملعب مع كل الاحترام؟ محمد اسماعيل مش مركزه برضك ضايع فما كانش ينفع تلعب بيه. محمد السيد جاي منه بس لسه صغير وعنده اخطاء وعنده بعض الرعونه. يبقى انا كنت من الاول ابدا بالقوه الضربه بتاعتي واخلص الماتش من الشوط الاول انهي من الشوط الاول عليهم واوقعهم الشوط الاول، ما تستناش الشوط الثاني وهو يا بختك يا ابو بخيت زي ما حصل بقى. وكان ممكن فيها هجمه مرتده في الشوط الثاني يجيبوا فينا جول. ليه ندخل نفسنا في حسبه بس ملحوقه يا كابتن معتمد، ملحوقه. عايز تصالحنا وتصالح جمهور نادي الزمالك؟ ماتش الاهلي فاجئنا بالاداء والتشكيل. الناس بدات تتكلم برضك، يعني ده يعيب برضك الجمهور اللي يوم بكلمه كل شويه بكلمه بدات تتكلم تقول لك ان كابتن معتمد ماشي معاه بالبركه، مفيش جمل، مفيش تكتيكات، مفيش حاجه بيعمل عليها، هو ما بيلعبش غير على لعبه واحده. يا عم ايا كان الراجل عمل لك من فسيخ شربات عشان ندي كل واحد حقه. نفس اللعيبه دي كانت مع مدربين تانيين سواء كابتن احمد عبد الرؤوف او يانيك فيريرا، وشفنا شكل الزمالك كان بلا هويه. الراجل خلى الصفقات اللي احنا كنا بنقول عليها وحشه نشوفها نجوم وسوبر ستار، خلى اللعيبه كانت متربه لمعها، عمل حاله من الحب في الفرقه، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. والفنيات بتيجي كده وده اللي مخليه لحد دلوقتي ما شاء الله هو ما خسرش ولا ماتش في الدوري غير ماتش انبي، تمام. وبرضك كان في اخطاء في التشكيل والماتش بتاع انبي التعادل ده. فهو الراجل ماشي كويس وباذن الله هو الزمالك يعني يزعلك والاهلي يفرحك. فهي اتسطرت بخساره الاهلي، والاهلي كده بنسبه كبيره قوي بعد خلاص عن الدوري، تمام. وان شاء الله كمان يبعد عن افريقيا عشان ما يلعبش حتى كونفدراليه السنه الجايه، وسيراميكا هيلعب مكانه. وافتكروا كلامي ان شاء الله باذن الله، بس احنا نكسبهم ونحتفل بالدوري في الماتش بتاع الاهلي، وده يبقى احسن احتفال. وربنا رايد لنا الخير ان شاء الله، والله ربنا رايد لنا الخير. صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم. مش تعمل الشير والفولو واللايك. سلام.